مجموعة صحاب بيحققوا في قضية انتحار. واحد منهم بعد ما تخلص من نفسه قدام الكاميرا بطريقة مرعبة اكتشفوا انهم في مواجهة جن قوي بيسيطر على الناس من خلال الانترنت وبيجبرهم على كده. بتبدأ روايتنا بأربع أصحاب بتجمعهم علاقة شغل واحدة وهما سيما وطارق وهند وشيم. والموضوع بدأ لما طارق غاب من الشغل كذا يوم ورا بعض، وسيما اتصلت بيه كذا مرة ولما ما ردش اتصلت بصاحبتهم هند علشان تسأل عليه لكنها برضه ما تعرفش عنه حاجة. ولما لجأوا لشيم قلقهم أكتر وعرفهم إن طارق من وقت ما اتنقل لبيته الجديد وأفعاله وتصرفاته غريبة، والكلام شيم ده خلى هند راحت له فورا علشان تطمن عليه. ولما وصلت عنده وخبطت على الباب ما فتحلهاش، فراحت جابت نجار كسر لها الباب. والمفاجأة إنها حست بحركة غريبة، لما بصت وراها لقيته واقف. اتخضت وعاتبته إنه مردش عليها لما كلمته كذا مرة، وإن أصحابهم كلهم قلقانين عليه لأنه ما بيردش على أي حد، لكنه عرفها إنه مشغول. فطلبت منه إنها تاخد الكاميرا بتاعته لأنها محتاجاها. اداها لها وسابها وطلع أوضته، بس هي ما سكتتش وفضلت تحكي معاه لكنه ما بيردش. طلعت له تشوفه ماله، وهي طالعة سمعت صوت غريب بيردد كلمة اصحى. وأول ما دخلت عليه الأوضة لقيته أنهى حياته بالسكينة. اتصلت بالشرطة، ولما رئيس المباحث وصل عرفوه إن شاب اتخلص من حياته اسمه طارق وعنده 23 سنة، شغال في البورصة وملوش أعداء، لكنه في الفترة الأخيرة بقي منعزل عن الناس وبقي في حاله. لكن الحقيقة إن الفوضى اللي في البيت ما تدلش على إنه انتحر، لكن هند زميلته أكدت إنه تخلص من نفسه بس ما حدش عارف السبب. ورئيس المباحث طلب هند لأنها الشاهد الوحيد في القضية وسألها عن اللي حصل يوم الحادثة، بس هي عرفته إنه فتح دولاب المطبخ ولف حاجة في قماشة كانت معاه، وللأسف ما كانتش تعرف إنها سكينة وناوي يأذي بيها نفسه. وبعدها سمعته قال اصحى بصوت عالي وانتحر، وللأسف ما لحقتوش. تاني يوم قابلت أصحابهم وحاولت تعرف منهم سبب إنه عمل ليه كده، لكن عمر أكد لها إن محدش منهم السبب في اللي طارق عمله. وعرفها كمان إن قرار الانتحار ده ما كانش مفاجئ ولا حاجة، لأن الفترة الأخيرة مر بحالة نفسية وحشة، ده غير شغله على النت اللي كان غامض ومش مفهوم وحوله لشخص غامض ومنعزل. لكن محدش تخيل إنها توصل بيه للانتحار. وبعدها هند رجعت البيت وشغلت الكاميرا بتاعت طارق عشان تشوفه مسجل ايه، لكنها اتصدمت لما شافته بيتكلم عن ظل اسود وبيعرفه انه خيال مش حقيقي وملوش وجود، واستخبى منه. لكن فجأة ظهر لها كائن شيطاني على الشاشة خلاها اتخضت وقفلت الكاميرا بسرعة. وتاني يوم نزلت الشغل وشافت سيما قاعدة مع عمها وبيصبرها على غياب طارق وباين عليها الحزن. ولما عمها مشي عرفتها ان امها بعتها يقنعها انها ترجع اسطنبول لانها قلقانة عليها، لكنها رفضت. شيم قطع كلامهم وعرفهم انه جات له رسالة على البريد الالكتروني ولازم يشوفوها. لما فتحوا البريد لقوا رسالة لسه واصلة من 10 دقايق مكتوب فيها خرجوني، والغريبة ان اللي بعت الرسالة هو طارق. شيم استغرب وقال لهم ازاي مات من 3 أيام وبعت لنا رسالة من 10 دقايق. وبعدها نزلوا لتحت وشافوا باقي الرسالة، وكان فيها صورة لطارق في مكان شبه النفق ومتعلق ووراه جثث بشر. أما رئيس المباحث وهو في بيت طارق بيكمل التحقيقات دخل أوضته لقي صورة مرسوم فيها خيال ماسك سكينة، وشاف المراية متغطية بورق. وفجأة حس إن في حد معاه في الأوضة، ولحسن حظه تليفونه رن. لقى زميله وعرفه إن خبراء الكمبيوتر ملقوش أي حاجة غريبة في الكمبيوتر، والقتيل غير كود 388 ومش فاهمينه، مع إن الكمبيوتر مش عليه أي فيروسات، وده حير المحققين كلهم. وهند كانت بتتفرج على التلفزيون وشافت في نشرة الأخبار إن عدد حالات الانتحار زادت في العالم كله، وخصوصا اليابان كأنه فيروس انتشر. علشان كده الحكومة حذرت الشعب وعملت إجراءات وقائية. وفجأة المذيعة كمان بدأت تتحول وملامحها اتغيرت وتحولت لكيان شيطاني. هند اتخضت وقفلت التلفزيون بسرعة. أما شيم فكل تفكيره في الرسالة اللي وصلته من طارق وعاوز يفهم اللغز اللي فيها، وفتحها وركز جامد في الصورة وربطها بفيديو بيت طارق ولمح ظل اتحرك بسرعة. وفجأة صحي على صوت زنة غريبة في الكمبيوتر، بص فيه لقى فيديو بيت طارق اشتغل تاني لوحده، وسمع تعويذ وكلام مش مفهوم. وللأسف ظهرت له رسالة مكتوب فيها مستعد إن حياتك تتقلب من فوق لتحت. وطبيعي اتخض وجاوب عليها بلا. بعدها جاله مكالمة من الرقم 388، ولما رد عليها سمع نفس الأصوات اللي في الفيديو. وفجأة ظهر صوت طارق وهو بيصرخ وبيقول له عروقي هتنفجر. وبعدها قفل الخط. تاني يوم اتجمعوا في الشغل. شيم عرفهم ان اللي حصل ده مش طبيعي ولا حد فينا يتخيله. وهند أيدت رأيه ان انتحار طارق مش حادثة طبيعية، لأنها لما أخدت الكاميرا بتاعتها منه وشغلتها شافت فيديو غريب وكان فيه كيان شيطاني. وبعدها باب البيت خبط، ولما فتحت لقيتكم انتوا الاتنين ميتين. سيما لما سمعت الكلام ده خافت وقررت انها خلاص راجعة بلدها، بس هند طمنتها وعرفتها ان كل الصور والفيديوهات حتى الكاميرا هتسلمهم للشرطة ومفيش داعي للقلق. وبعدها انتشر خبر في كل وسائل الإعلام
إن 11 واحد انتحروا في اسطنبول، ومحلل الأحداث عرف الشعب إن الموضوع مش طبيعي. ومش بس كده، ده انتشر في الولايات المتحدة كمان رغم إنها دولة متحضرة عن باقي العالم، وأكيد في حاجة غلط، وحاسس إن انتشاره هيكون بسبب النت. ورئيس المباحث ربط الأحداث دي بانتحار طارق، وخلى الضابط اللي معاه اتحقق من الكود المنتشر في اسطنبول وهو 388، وهل نفس الكود منتشر في الولايات المتحدة، ويتأكد من معناه في العقيدة بتاعتهم يمكن يوصلهم لحاجة. وفي اللحظة دي هند اتصلت برئيس المباحث وطلبت تقابله، وفعلا راح لها البيت وشافت فيديو طارق والصور اللي بعتها لهم، واتصدم من الكود لحد دلوقتي مش لاقيين اي مبرر ليه. وان شيم كمان جات له مكالمة من نفس الكود، ولما رد لقي حد صرخ وقال خرجوني من هنا وقفل الخط بسرعة. أما شيم فراح بالطارق ومصمم يعرف ليه صاحبه انتحر بالطريقة دي وإيه اللي وصله لكده. وهو بيدور لاحظ ورقة مرمية على الأرض مكتوب فيها أنا بحلم دلوقتي، وطلع بسرعة على أوضة طارق. ولما ركز في الرسمة اللي على الحيطة كان في كيان وراه بس ما خدش باله منه، لكنه سمع أصوات غريبة. وفجأة الباب اتقفل لوحده والكيان الشيطاني ظهر له وهو ماسك سكينة علشان يموت نفسه. حاول يفتح الباب من كتر الخوف، ولحسن حظه الباب اتفتح، وقبل ما يخرج بص على الرسمة شاف الكائن الشيطاني خرج منها ودخل في جسمه. ولما فاق خرج من الأوضة جري شاف مكان شبه اللي طارق متصور فيه. دخل وسمع نفس الأصوات اللي بيسمعها وشاف خيال مظلم، وعرف إنه لما كان في أوضة طارق هو اللي اتصل بحد. ولما رد على نفسه وسمع حد بيصرخ ويقول له عروقي هتنفجر خرجوني بسرعة. وبعدها هند حاولت تتصل عليه كذا مرة بس ما ردش. ورئيس المباحث نايم في بيته وصحى على صوت حد بيغني. دخل المطبخ لقى مراته واقفة بتغني، اتكلم معاها شوية وبعدها اتحولت لشبح لأنها أصلا ميتة. وسألته خنتني ليه، وافتكر حياته معاها وازاي خانها وده سبب انتحارها. لكن فجأة صحي من النوم واكتشف انه كابوس مش حقيقي، وكان في صوت جاي من وراه. بص لقى شبح واحدة ست هجمت عليه وحاولت تقتله وهو بيعافر، وقام من النوم مخضوض وعرف انه حلم جوه حلم. ولما التليفون رن لقاه مركز الشرطة وبلغوني في حالة انتحار جديدة، والمنتحر معروف بالنسبة له وهو شيم. ونزل راح لمسرح الجريمة، وهناك ظهر راجل شكله غريب وقال لهم ارجعوا لسورة النمل الموجودة في القرآن وهتلاقي كل ده مذكور في كتاب ربنا. بس الشرطة منعوه من الكلام وخرجوه بره. سيما لما عرفت بانتحار شيم خافت على نفسها وقررت ترجع اسطنبول. ورئيس المباحث مديره راح له المكتب وزعق معاه لأنه جاله فاكس طلبوه فيه بتقارير عن حالات الانتحار دي اللي بتحصل كل يومين. ورئيس المباحث عرفه إن الموضوع مش سهل وإنه مش ساكت وصعب جدا إنه يعمل تقرير ويعرف الأسباب في يومين. لكن مديره عرفه إنه بالشكل ده هيحطهم في مشكلة كبيرة. أما هند اللي مصرة تعرف سبب انتحار أصحابها فعملت سيرش عن معنى كلمة دابة، وعرفت إنها من أقوى الآيات القرآنية، وإنها تظهر مع اقتراب يوم القيامة، وإن الجن هو اللي هيظهر لنا على حقيقته وهيفضلوا يشوفوه لحد ظهور المسيح الدجال وينحني الجن لأوامره، وبعدها يظهر المهدي المنتظر. والناس وقتها تعرف إن يوم القيامة خلاص قرب. وفجأة عمها اتصل يطمن عليها وعرفها إنه اتصل على التليفون الأرضي لقى مشغول وقلق عليها. طمنته وقفلت معاه، وبعدها رجعت تقفل الكمبيوتر لقت الخلفية بتاعته كود 388. قامت بسرعة جابت مراية وحطتها قدام الشاشة، لقت إن الرمز ده انعكاس لكلمة دابة. وفي نفس الوقت ضابط المباحث بلغ المدير بتاعه إن أسباب الانتحار مش واضحة وغالبا دي حالة جنون مفاجأة، وخصوصا إن مفيش صلة ما بين المنتحرين وأي جماعات تانية. وفجأة لقوا هند داخلة عليهم وطلبت منهم تشوف الراجل اللي كان ماسك المصحف، لأنها بحثت عن الكود اللي موجود مع كل المنتحرين وعرفت إنه انعكاس لكلمة دابة، ووريته لهم على التليفون. وده خلاهم جريوا يدوروا على الراجل وراحوا له بيته. ولما دخلوا شافوا بيعمل طقوس غريبة، ولما رئيس المباحث كلمه ما ردش عليه وما انتبهلوش غير لما سمع كلمة دابة اللي قالتها هند، لكنه خاف وعرفها إنهم بكده هيأذوه هو ومراته. ورئيس المباحث سأله عن مراته وهي مش موجودة ليه في البيت. الراجل عرفه إن مراته محدش يقدر يشوفها لأنها من الجن، بس هي سمعانة وهي اللي عرفتني إن في دابة هتنتشر وتتحول لجن وبعدها تبدأ تظهر للناس في كل مكان. وعرف رئيس المباحث إن مراته المتوفية معاها هي كمان وبتساعدها، وعرفه إن الجن ممكن يتشكل في صورة إنسان عايش أو ميت. وبعدها فضل يتشن جواه على الأرض قبل ما يكمل كلامه وسابوه ومشيوا. وهند عرفت رئيس المباحث إنها عرفت من خلال بحث إن الجن ممكن يسيطر على النت وينتشر من خلاله، لكنه ما اقتنعش بكلامها وقال إن دي هلاوس وسابته وراحت على شغلها وما لقيتش أي حد هناك. لكنها حست بحركة غريبة حواليها وإحساسها حقيقي لأن الجن بيدور حواليها وطبعا مش شايفاه. وفي الآخر ظهر لها ولما شافته أغمى عليها. وفي نفس الوقت رئيس المباحث وهو في الحمام جات له مكالمة ولما رد الجن ظهر له وقتله. وهند اتصلت بسيمة تطمن عليها لكنها ما ردتش لأنها اتقتلت على الطريق وهي مسافرة.
دخلت تدور على عمها لقيته مش موجود، وشاشة الكمبيوتر جايبة صورته وهو في نفس النفق اللي كان فيه طارق، ولسوء حظها الجن ظهر لها بس قدرت تهرب منه، وسمعته وهو بيقول يوم القيامة. والضابط اتصل برئيس المباحث وعرفه انه وصل للنفق وانهم نظفوه، لكن للأسف ما يعرفش ان اللي رد عليه الجن متقمص صوت الرئيس. وبعدها بعت رسالة لهند بعنوان النفق علشان تروح له على هناك، ولما راحت له ودخلت النفق شافت كل أصحابها ورئيس المباحث كمان وحتى الضابط، وكلهم موجودين في النفق ومقتولين. والمنظر ده خلاها أغمى عليها، ولما فاقت ظهر لها الجن وقتلها، وقتل الراجل اللي قال لهم ارجعوا للقرآن. وبعدها ظهر طارق وراه كل الناس اللي كانوا في الصورة اللي اتبعتت لشيم، والناس دول كل اللي قتلهم هو الكيان ده. والراجل كان عنده حق لأن عالم الجن مذكور في القرآن. ولحد هنا وصلنا لنهاية روايتنا. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.